مرحبا يا متابعيني، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير. عظم الله أجركم بمصاب أبا عبد الله الحسين، روحي لك الفداء سيدي ومولاي. اليوم عندي روتيني هنا غسل الملابس، غسلتهن. بعد ما غسلت الملابس هنا غسلت الفراشات، نقعت الفراش هنا. بعد ما نقعت الفراش ضفت عليه التايت والزاهي، وهنا بركته بالزاهي والتايت. بعد ما غسلته بالزاهي والتايت أشطفه. هنا راح أسوي للغدا دجاج. عندي دجاجتين، وعندي التوابل مع الثوم والبصل المجفف، وعندي روب زبادي وليمون، وعندي الخل الأبيض. هاي عندي بهارات المشكلة. أضيف البهارات المشكلة أضيفها بالماعون، وأضيف الخل بعد ما أخلطها. طبعا أضيف الخل أبيض عندي، وعندي روبة الزبادي هم ضفتها، وعندي هذا الليمون الفريش. هذا كله أخلطه. بعد ما خلطته هسه هنا راح أضيفه على الدجاج. طبعا أخلي الدجاج ينقع 3 ساعات 4 ساعات بهاي التتبيلة، حتى تصير طعمها أطيب وحموضتها طيبة. مقشرة أنا البوتيتة والبصل، وسويت شرائح البصل والبوتيتة، وعندي هذا الثوم الفريش أضيفه على الدجاج مع التتبيلة مالت الدجاج. أخليه ينقع ويا الدجاج. بعد ما نقعن خليته بصينة الفرن أو صينية أو البايركس، خليت ورق الزبدة وخليت الدجاج ودخلتهن بالفرن. بعد ما دخلتهن بالفرن عندي بعد كم زولية غسلتها، والجو حار. هنا طلعتهن من الفرن الدجاجات. راح أسوي حلا الشعرية الباكستانية. عندي هنا بالقدر الحليب، وعندي 2 من الشعرية الباكستانية، وعندي الشكر. راح أضيف الشعرية الباكستانية على الحليب، 2 من الشعرية الباكستانية. تفيدكم بنات حتى تسوونها للذوابات، تخلونها بكاسات الجاهزة. وأضيف الشكر وأخلط على البارد، وبعدين أخليها على الطباخ.
خليتها على الطباخ واخلط بيها. إذا عندكم أي نكهة تضيفونها على الحلا الشعرية الباكستانية. عندي طبعا أني هيل، ضفت على حلا الشعرية الباكستانية ضفت الهيل وأظل أخلط بيها لحد ما تثقل عندي. وعندي ماي الورد هم ضفته وظليت أخلط بيها لحد ما تثخن أو تثقل عندي الحلا. أنا مسويتها طبعا برمضان، طعمها طيب. إذا عندكم فستق أو جوز أي شي تضيفون على الحلا. ثقلت عندي هنا راح أصبها بالكاسات. هنا صبيتها بالكاسات. سهمكم العافية. إذا عندكم أي شي مكسرات تضيفون عليها. ألف عافية.